عايزاكم بقى تنسوا اي طريقة عرفتوها للفراخ الستريبس قبل كده وتجربوها بالطريقة دي. فراخ مقرمشة كده من بره وطرية من جوه وشاربة التتبيلة وطعمها حلو جدا، مش هتفرقوها ابدا عن الفراخ اللي بتشتروها من بره جاهزة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اقول لكم بقى على كل الاسرار والخطوات عشان تطلع معاكم بالشكل ده. مش هنحط بقى فيها لا بيض ولا حليب ولا زبادي ولا اي حاجة من المكونات دي. وهقول لكم بقى على كل سر صغير عشان يخلي الفراخ تاخد نفس طعم ولون الفراخ اللي بنشتريها من بره جاهزة. شايفين بقى يا جماعة شكلها من جوه عامل ازاي؟ تابعوا بقى الفيديو للنهاية عشان تستفادوا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك كتير للفيديو ده، ويلا بينا نشوف الطريقة والمكونات على طول. انا هنا استخدمت كيلو من صدور الدجاج، حابين بقى تزودوا الكمية او تقللوها براحتكم. في البداية طبعا لازم نغسل الفراخ كويس، هنعمل لها محلول نقع بمية وملح وليمون ودقيق، ونسيبها في المحلول ده حوالي ربع ساعة، وبعد كده نشطفها بالمية كويس. دلوقتي بقى هنبدأ نقطع صدور الدجاج لشرايح بالطول بالشكل ده، سمكها ما يكونش تخين قوي ولا رفيعة قوي، عشان لو سمكها تخين هتاخد وقت كبير في التسوية، وكمان لو رفيعة هتطلع ناشفة جدا معانا ومجلدة. فلازم بقى نقطع الفراخ بالسمك ده متوسط، يعني مش تخين ولا رفيع. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل التتبيلة اللي هتدي للفراخ الطعم الحلو وهتخليها زي الفراخ اللي بنشتريها من بره بالظبط. هنجهز طبق عميق وهنحط فيه معلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة بابريكا، وكمان معلقة كبيرة من السبع بهارات أو بهارات الفراخ، وآخر حاجة بقى معلقة كبيرة تكون ممسوحة من الملح. نقلبهم مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم بحوالي كوباية من المية، مية فاترة من الحنفية. نقلب كده لحد ما البهارات تدوب مع المية، وبعدين هننزل عليهم بصدور الفراخ اللي احنا قطعناها. دلوقتي بقى هنبدأ نقلب الفراخ في التتبيلة كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، ولازم نقلبها كويس جدا عشان الفراخ تتشرب من التتبيلة. بعد كده هغطيها واسيبها في التلاجة لمدة ساعتين اقل حاجة، وتقدروا تسيبوها ليلة كاملة. كل ما نسيبها بقى في التتبيلة اكتر الفراخ طبعا هتتشرب من طعم التتبيلة والبهارات، فهتدينا طعم احلى. انا سبت الفراخ في التتبيلة ليلة كاملة. تعالوا بقى دلوقتي نعمل كفر التغطية اللي هيدينا القرمشة اللي احنا بندور عليها. معايا هنا 3 كوبايات ونص دقيق، هزود عليهم معلقة كبيرة من البصل البودر ومعلقة كبيرة من الثوم البودر ونص معلقة صغيرة من الملح، وهنزود كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر بيخلي القشرة الخارجية بتاع الفراخ تنتفخ شوية وتكون هشة كده وخفيفة، يعني لما نيجي بقى ناكل الفراخ بنحس ان هي مقرمشة وخفيفة، مش ناشفة زيادة عن اللازم وفيها طعم عجين. هزود على المكونات دي كمان تلت كوباية من النشا. النشا بيدي قرمشة حلوة جدا للفراخ من بره. وهنبدأ بقى نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس. دلوقتي انا خرجت الفراخ من التلاجة، انا سبتها زي ما قلت كده ليلة كاملة. الفراخ بقى بتكون اتشربت من التتبيلة كويس جدا، شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ناخد قطع الفراخ وبحطها في الدقيق بالشكل ده. دلوقتي بقى بنبدأ نغلف الفراخ بالدقيق كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نفضل بقى نقلبها من تحت لفوق كده حوالي دقيقتين عشان الفراخ كلها تتغلف بالدقيق كويس من كل الجوانب. بنقلبها بس تقليب كده بدون ما نضغط عليها خالص. الخطوة دي بقى يا جماعة مهمة جدا عشان هي دي اللي بتدينا شكل الفراخ الستريبس. الدقيق بيبدأ يعمل طبق حوالين الفراخ فبيدينا بقى الشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. وبعد ما نقلبها كويس حوالي دقيقتين بناخد قطعة الفراخ ننفضها من الدقيق بالشكل ده. جهز معايا كمان طبق فيه مية متلجة، مية ساقعة جدا، عشان لما نحط فيه قطع الفراخ التتبيلة ودي ما يقعوش في المية. اهم حاجة بقى ننفض الدقيق من على الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان هو ده اللي بيدينا شكل الفراخ من بره. ونحط بقى الفراخ كده في المية المتلجة وبعدين نطلعها على طول. بنطلعها من المية المتلجة ونرجعها في طبق دقيق مرة تانية. ننفض الدقيق من على الفراخ كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين نحطها في طبق مية متلجة ونطلعها على الدقيق مرة تانية. بنعمل كل قطعة الفراخ بنفس الطريقة، وبعدين هبدأ أقلب الفراخ مع الدقيق مرة تانية زي ما انتوا شايفين كده. هفضل بقى أقلب فيها كده حوالي دقيقتين كمان. وزي ما قلنا كده يا جماعة خطوة تغليف الفراخ بالدقيق دي مهمة جدا، عشان هي دي اللي بتخلي الفراخ يطلع شكلها وطعمها زي الجاهزة بالظبط. فلازم بقى نعملها كده بالراحة وبالترتيب. عايزة اقول لكم كمان اننا ما ينفعش نعمل كل كمية الفراخ مرة واحدة، لا بنعمل بس على قد الكمية اللي هنقليها، يعني على قد ما طاسة الزيت هتاخد معانا. بعد ما نقلب بقى الفراخ في الدقيق كويس لازم ننفضها كويس جدا من على الدقيق بالشكل ده، عشان الطريقة دي هي اللي بتدينا شكل الفراخ الستريبس. طبعا بعد ما بنخلص ما ينفعش نستنى عليها، بناخدها عشان نقليها على طول. دلوقتي بقى جينا لأهم مرحلة وهي مرحلة القلي.
هنجهز طاسة على النار فيها زيت ساخن. الزيت كمان لازم يكون غزير ويغطي الفراخ. هبدأ ان انا احط الفراخ في الزيت بالشكل ده. زي ما قلنا الزيت لازم يكون ساخن كويس جدا عشان لما نحط الفراخ كده تتشمع بسرعة وتدينا القرمشة اللي احنا عايزينها، وكمان ما تتشربش كمية زيت كبيرة. واحنا بنقلي بقى الفراخ لازم نحطهم كده قطعة قطعة، مش بنحطهم كمان فوق بعض، لا بنرص الفراخ كده جنب بعض، وما نكترش كمان كمية الفراخ في الزيت عشان الفراخ بقى تستوي كويس، وكمان تفضل محافظة على الكفر بتاعها الخارجي ده وما يتكسرش. واحنا بنقلي الفراخ ما بنحطهاش كلها مرة واحدة كده في الزيت، لا بنحط واحدة ونستنى 30 ثانية ونحط التانية، عشان طبعا ما ننزلش حرارة الزيت والفراخ تتشرب كمية زيت كبيرة وكمان تطلع مقرمشة معانا من بره. ولما نحط كمان الفراخ في الزيت ما بنلمسهاش خالص ولا نحاول بقى نحركها كده بمعلقة، نسيبها كده زي ما هي لحد ما الكفر الخارجي يبدأ يتشمح كده ويمسك نفسه. وبعد بقى دقيقتين 3 كده لما نلاقي الكفر الخارجي ده بدأ يتشمع ويمسك نفسه، نقدر بقى نحركها على كل الجوانب وبالراحة جدا عشان تاخد لون من كل الجوانب. الفراخ طبعا مش هتاخد معانا وقت كتير على النار، يعني تقريبا من 6 ل7 دقايق كده وبنلاقيها استوت واخدت اللون الحلو ده. اول ما تاخد معانا اللون الذهبي الجميل ده نطلعها على طول، نطلعها بقى على مصفى كده او على شبكة عشان ما تطرش معانا، ما ينفعش نطلعها على مناديل مطبخ. بكمل بقى الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة كده، وبين كل مرة والتانية لازم بقى ننخل الدقيق كويس جدا. لو حابين بقى تحفظوا الفراخ بتحفظوها كده وهي نص قلية، يعني بنطلعها كده وهي لونها ذهبي خفيف وبنسيبها لحد ما تبرد خالص، وبنحفظها في الفريزر عادي جدا. ومينفعش طبعا نغلف الفراخ بالدقيق ونحفظها زي ما هي كده، لان ساعتها الكفر الخارجي هيتشرب مية ولما هنيجي نقليها هيفك معانا في الزيت. يا اما بقى نحفظها زي ما هي كده بالتتبيلة ولما نخرجها نغلفها بالدقيق ونقليها، يا اما نحفظها كده نص قلية. دلوقتي بكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده، بنخرج الفراخ من التتبيلة وبعد كده بحطها في الدقيق وبقلبها في الدقيق كويس جدا حوالي دقيقتين. لازم الفراخ كلها تتغلب بالدقيق كويس بالشكل ده. بنفضها بقى من الدقيق كويس وعلى طول على طبق المية المتلجة، وبعد كده برجعها الدقيق مرة تانية وابدأ اقلب فيها مرة تانية بنفس الطريقة من تحت لفوق كده عشان الفراخ بقى تاخد شكل الاستريبس الجاهز بالظبط. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ وطبعا الكمية اللي بنخلصها بناخدها على طول عشان نقليها، مش هنستنى عليها عشان ما تعملش طبقة مية. نجهز طاسة على النار فيها زيت ساخن كويس، الزيت لازم كمان يكون غزير ومغطي الفراخ عشان الفراخ تطلع مقرمشة كده وتاخد الشكل الحلو ده. ننزل بالفراخ بقى واحدة واحدة كده ونستنى كده بين كل واحدة والتانية حوالي 30 ثانية. يبقى الزيت لازم يكون سخن كويس والنار كمان تكون شغالة على درجة حرارة متوسطة مش عالية، عشان لو النار عالية الفراخ هتاخد لون بسرعة من بره وهتكون لسه مستوتش من جوه. يبقى النار شغالة على درجة حرارة متوسطة، وأهم حاجة كمان ما نكترش كمية الفراخ في الزيت. حط الفراخ قطعة قطعة، نستنى بقى على الفراخ لحد ما تتشمع بقى كويس كده، وبعدين نقدر نحركها على كل الجوانب. شايفين أول ما تاخد بقى اللون الحلو ده نطلعها على طول، وطبعا مش هنطلعها على مناديل مطبخ، لازم نطلعها على شبكة أو على مصفى. عايزة أقولكوا بقى يا جماعة إن هي مقرمشة جدا من بره ومن جوه طرية كده وطعمها تحفة. شايفين بقى يا جماعة الفراخ شكلها عامل ازاي؟ لونها ذهبي وحلو جدا وريحتها كمان طالعة تجنن، يعني مش هتفرقوها عن الفراخ اللي بنشتريها من بره جاهزة. جربوا الفراخ الاستريبس بالطريقة دي وبنفس الخطوات وبنفس الترتيب اللي عملناه مع بعض في الفيديو، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. فراخ مقرمشة كده من بره ومن جوه طرية وشاربة التتبيلة وطعمها حلو قوي. شايفين بقى شكلها من جوه عامل ازاي؟ جربوا الفراخ الاستريبس بالطريقة دي وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات على الفيديو. ولحد هنا وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.